يا مساء الأنوار، مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي. توحشت نطلع ليكم بوصفاتي. كيما راكم تشوفوا رجعت لكم بهاد الحلوة بزاف هايلة، تشهي، بنينة، تذوب في الفم وتوجد في وقت قصير. باش تنجحوا فيها ما عليكم غير تشوفوا معايا لا فيديو للأخير باش تستفادوا من كامل النصائح وتنجحوا فيها إن شاء الله. كيما على بالكم عندي بزاف ما طليتش، ماذا بكم دعموني بجيم لا فيديو، كثروا لي كومونتير وبارطاجيو هاد لا فيديو مع كامل الناس باش كامل يستفادوا. بلا ما نطول عليكم نفوتو نشوفوا كيف المقادير وطريقة التحضير. لا غوسيت تاعنا تاع اليوم نحتاجو فيها 200 غرام تاع مارغرين تكون طريه، 50 غرام تاع لوز يكون مرحي ولا تقدروا ديروه كاوكاو، زوج صفار بيض وزوج مغارف كبار تاع سكر غلاس. تحتاجوا عطر الليمون ولا عطر البرتقال، نتوما والذوق تاعكم. وتحتاجوا فرينه تكون مغربله، هي اللي راح تلموا بها العجينه تاعكم. راح نبداو عفوا نوجدوا العجينه، نجيبوا غيسيبيون نبداو نحطوا فيها المكونات اللي كنا سميناهم من قبل. انا حطيت مارغرين تكون طريه، قلت لكم حوالي 200 غرام. حطيت سكر ناعم، زوج مغارف كبار، رشه تاع ملح، نسيت ما ذكرتهاش قبيل. نبداو نخلطوا مليح هذيك لا مارغرين مع سكر غلاس، نخلطوه مليح. قلت لكم لا مارغرين لازم تكون طريه. بعدها نزيدو نحطو صفار البيض ونكملو نخلطو مليح بلا ما نساو لاغوم تاع سيترون، لا باتا غوم تاع سيترون، تقدروا تعوضوها بتاع لورانج. وتحطوا اللوز اللي قلت لكم يكون مرحي اون بودر. هاد لا غوسيت تقدروا تخدموها عادي بالكاوكاو، بصح الكاوكاو تاعكم شريو هذاك اللي مرحي اون بودر، على بالي في الدار راح يتعبكم كي ترحيوه. هذا بالنسبه للناس اللي راح يخدموا بالكاوكاو. يا اخي دركا يتباع واجد مرحي، مرحي رقيق بزاف كيما اللوز، تقدروا تخدموا به عادي جدا. بصح البنه اكيد اللوز بالبنه تاعو والكاوكاو بالبنه تاعو. هنا نبدا نحط في الفرينه تاعي تدريجيا حتى تتشكل معايا عجينه. هاد العجينه تكون طريه ومام طون ما تلصقش في اليد. نحطوها في ساكون بلاستيك باش ما تشيحش، ونروحو نجيبو ليمول تاعنا. هاد ليمول لازم ندهنوهم كامل بالزبده باش نضمنو باللي هذيك العجينه كي طيب ما تلصقلناش فيهم. تروحوا تحطوا ولا تروحوا تعمروا كامل ليمول تاعكم بالعجينه وتخدموهم بالطريقه هذه كيما القنيدلات عادي جدا. بعد ما تكملوا تخدموهم تروحوا تثقبوهم كامل قبل ما تحطوهم يطيبوا باش يحافظوا لكم على الشكل تاعهم وما يتنفخوا لكمش في النص. بعد ما نروح نكمل نخدم كامل هاد العجينه تعطيني حوالي 23 حبه. كما راكم تشوفوا طريقه بزاف سهله، ولا تقدروا توزنوا كامل العجينه باش الحبات كامل يجيوكم كيف انا عيني ميزاني. هذه هي. بعد ما كملت خدمت الحبات نروحو نحطوهم في الفوغ على 180 درجة. انا هنا حبيت ندير زوج اشكال، حبيت برك نعت لكم في البلاطو تاعي واش حطيت باش يروح للفوغ. نحطوها في الفوغ طيب برك نص طياب على 180 درجة. تخليو الفوغ تاعكم يسخن مليح وتحطيهم يطيبوا نص طياب. اونتر طون نروحو نوجدو لافارس تاعنا واللي نحتاجو فيها زوج بياض بيض. البيض تاعكم ماذا بيكم ما يكونش بارد، لازم يكون بحرارة المطبخ. وتحتاجوا رشة تاع ملح. بالنسبة للبيض تاعكم ماذا بيكم اذا راح تخدموا العروسات في العشية خرجوه الصباح بكري من الفريغو. ونحتاجوا 70 غرام تاع سكر نورمال. نروحو نخلطوه بياض البيض تاعنا كي يبدا يطلع نبداو نحطوه في السكر تاعنا تدريجيا. السكر تاعنا راح نحطوه على 3 ولا على 4 مرات، يعني ما نحطوهش على مرة واحدة باش ما يفسدلناش القوام تاع بياض البيض. كيما شفتوا كل مرة راني نحط غير بشوي.
كما كنت قلت لكم بياض البيض ما لازمش يكون بارد، وإذا راح يكون بارد راح تفسد لكم الوصفة، ما راحش يطلع لكم مليح ويجيكم كيما لا ميرينغ. لازم يكون دافي. طلعوه مليح وتبداو تزيدوا في السكر تدريجيا كيما شفتوا معايا في لا فيديو. كما شفتوا هذا هو القوام اللي نحتاجه. بعدها نروحوا نجيبوا 100 غرام تاع لوز تاعنا انا محمصته ورحيته رقيق، ماذا بيكم رقيق الناعم، يعني ما يكونش خشين. وتبقاو تحطوها على مراحل بهذه الطريقه، تخلطوا بشويه. هاد الوصفه على قد ما نقول لكم بنينه قليل. تقدروا هنا تزيدوا شويه لوزاز تاع سيترون، راح يزيد لكم في البنه. بعد ما تخلطوا مليح هذا هو القوام راح تحصلوا عليه. تروحوا تحطوه دون اون بوش ادوي وتبداو عفوا قبل ما تعمروا العجينه تاعكم. كما قلت لكم هنا راهي طابط برك نص طياب. تروحوا تجيبوا نيسلي كراميل. هنا ما تقدروش تعوضوها بتوفيا، التوفيا راح تتحرق لكم من بعد وتولي ما هيش باينه في الحلوه تاعكم. جيبوا نيسلي كراميل وتحطوه كطبقة أولى فوق هذيك العجينة اللي طابت نص طياب. كل مرة راني نعاود لكم الهضرة باش كامل ما تغلطوش في هذه الوصفة وتنجحوا فيها كامل إن شاء الله. تحطوا حوالي نص مغرف صغيرة بهذه الطريقة. أنا هنا راني طيبت غير شوية برك تاع العجينة، الباقي راح نكملوا من بعد برك باش نعطيلكم الوصفة. أكيد راح تحصلوا على كمية لباس بها من هذه الحلوة. العجينة قلت لكم تخرج لكم حوالي 23 حبة حتى ل 24 حبة. وبالنسبة للخليط هذا تاع اللوز ضاعفوا المكونات باش تكملوا كامل هذوك 23 حبة. تحطوا الخليط تاعكم بهذه الطريقة. تحطوا حبة تاع لوز من الفوق وتردوه للفوق. العجينة تاعكم تخليوها حتى تحمر من التحت، بعدها تشعلوا لها من الفوق غير تنشف مليح وخلاص تخرجوها. ما تخليوهاش تحمر بزاف باش الحلوة تاعكم ما تجيكمش يابسة. هذه هي حلوة ماهيش صعيبة بزاف، سهلة كامل تقدروا تنجحوا فيها ان شاء الله كامل، يعني تقدروا ديروها النجاح اكيد راح تنجحوا فيها كامل ان شاء الله. بعد ما طابت الحلوة تاعي تخليوها تبرد تماما. كي تبرد تنحيوها من لي باغكيت تاعها، راح تنحى لكم بسهولة. بعدها راح نجيبوا هنا راح نعطيلكم الساعة كيفاش راهي تتنحالي بسهولة. فوالا بهذه الطريقة والشكل تاعها جا ما شاء الله. بعدها كيما راكم تشوفوا جبت انا شويه تاع عسل، حوالي 2 مغارف كبار تاع عسل اللي يكون عاقد مليح. مش لازم العسل تاع الصح، يعني تقدروا تخدموا بالعسل تاع المرجان ولا ديروا 2 مغارف تاع عسل معاها مغرف كبيره تاع كونفيتور. ماذا بكم يكون تاع مشماش باش يمد لي هذيك الحموضه المليحه اللي فيه. وندهنوا كامل الحلوه تاعنا من الفوق. راح تزيد لكم اكيد في البنه وشكلها يولي شهي. هذه هي بزاف هايله. اكيد نقسم معكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات. شوفوا مع مسيتها الله يبارك تقسمت وحدها. شوفوا الطبقات كيفاش جاو باينين تاع نيسلي كراميل تاع ديك الخليط هذاك تاع اللوز اللي خدمناه، يعني وصفه بزاف بزاف بنينه. ننصحكم كامل تسيوها. وصلنا لنهاية الفيديو كما كنت قلت لكم، واذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو رايكم في لي كومونتير وبارطاجيوها لو ماكسيموم باش كامل الناس يستفادوا. ما بقى لي غير نقول لكم سلام ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.